في محور وقفة مع الحدث مع زميل خالد الغرابلي. خالد أهلا بك. لست مضطرا لطلب الصفحة. هذه الجملة التي أخذت من هذه المقابلة قد تبدو صادمة، لكن ماكرون يبرر في هذا الحديث مع داوود لماذا يقول ذلك؟ لماذا يعتبر أنه لا يريد طلب الصفحة من الجزائريين؟ لأنه بالنسبة له التاريخ الماضي ليس تخليص حسابات، كم لك وكم عليك، كل منا يأخذ ما لديه وكل يأخذ طريقه بعد ذلك. التاريخ الماضي يعني الاعتراف بأن هناك أمور حدثت في الماضي، أمور لا توصف، لا تفهم، لا تبرهن، وحتى أمور لا تغتفر. لم يقل من ارتكب ماذا، لكن بالمجمل هناك الكثير من الأمور المعقدة المتداخلة المتشابكة التي تحتاج إلى أن نعرفها أولا ومن الجانبين. ومن هنا شكلت فرنسا والجزائر لجنة مشتركة من المؤرخين ليقفوا على ما فعله كل طرف. هو يقول إن فرنسا اعترفت أو طلبت الصفح في حالات محددة من الحركيين، لأنها وعدتهم وخانت وعدها، وعدتهم بالحماية، وعدتهم بأن تستقبلهم، وفي الحالتين لم تفي بتعهداتها. فرنسا طلبت الصفحة أيضا، أو الرئيس الفرنسي طلب الصفحة أيضا من عائلة موريس أودان الشيوعي الفرنسي الذي انضم للثورة الجزائرية وقتل على أيدي الجيش الفرنسي، واعترفت قيادات فرنسية بذلك لاحقا. وأيضا علي بومنجل الشاب الجزائري المناضل الذي قتله الجيش الفرنسي، وحاولوا في القول أنه انتحار، وبعد ذلك اعترف العسكريون بأنهم قتلوا. في هذه الحالات حدد الخطأ وحددت المسؤولية، مسؤولية تقع على حكومات معينة، على نظام، ومن خلال الحكومات والنظام فرنسا موجودة، يعني فرنسا تتحمل مسؤولية في أخطاء محددة ومعروفة ارتكبت، ومن هنا فرنسا طلبت الصفح. هل هذا معناه أنه عندما نعود إلى الماضي ونحاول أن نعرف من فعل ماذا تكون فرنسا مستعدة لطلب الصفح من الجزائريين؟ ليس بالضرورة. لماذا ليس بالضرورة؟ لأن ماكرون عندما يتحدث يقول ليس هذا هو الهدف، الكلمة ستقطع كل الروابط. من غير المفهوم لماذا تقطع كل الروابط حقيقة، لأنه في نهاية الأمر ممكن أن نعرف ما الذي حدث وكل طرف يتحمل مسؤوليته في نهاية الأمر. لكن القول بأن هذا ستقطع كل الروابط يبدو كما لو كان هناك فكرة خلف ذلك بأن فرنسا قد لا تكون مستعدة ربما لتحمل تبعات ذلك. لكن الأهم الموقف الرسمي المعروف لماكرون، سبق وقاله أكثر من مرة: أنا لم أولد في عهد الاستعمار، أنا غير مسؤول عما حدث قبل ذلك، أنا أريد أن أبني مع الجزائر، لدي الشجاعة أن أنظر للذي حدث أواجهه، لكن لنبني للمستقبل، نضع هذا جانبا ونبني للمستقبل. وهذا الحديث هذا يوحي بأنه يريد أن يقفز على فكرة تحمل المسؤولية المتمثلة في الاعتذار عما حدث. ما حدث في الماضي حدث في الماضي، أنا لست مسؤول عنه، لكن أنا مسؤول عن بناء المستقبل وأريد أن أنظر إلى المستقبل. وهذا يوحي بأنه بالأساس لا يؤمن كثيرا بفكرة الاعتذار. طيب، تصريحات سابقة لماكرون ذكرت بعضا منها كانت أثارت عاصفة توتر مع الجزائر قبل أن ربما الأمور تأخذ منحى آخر ويزور ماكرون مؤخرا البلاد. هل هذه التصريحات اليوم من الممكن أن تؤدي إلى توتر جديد؟ على أساس أنه هناك دعوة للرئيس الجزائري لكي يزور فرنسا، لا أعتقد أنها ستثير غضب السلطات في الجزائر، لأن هذه المنهجية في العمل سبق وأعلن عنها ماكرون، ويبدو أنها مقبولة من الجانب الجزائري الذي شكل فعلا لجنة من المؤرخين مع الجانب الفرنسي، وبالتالي لا جديد يكشفه ماكرون اليوم فيما هو معروف عن موقفه سابقا، وبالتالي هذا الموقف القديم مقبول من السلطات الجزائرية وتتعامل معه على هذا الشكل. نريد أن نعرف ما الذي حدث، لكن ستبقى في تقديري سيبقى هذا الملف كالشوكة تحت الجلد، حتى وإن حاول الطرفان الضغط عليها سينبذها الجسم وستعود مرة أخرى لأنها مؤلمة. لماذا؟ لأن يبدو لي أن فرنسا لم تجد الطريق لمعالجة هذا الملف بشكل صحيح. المعالجة تبدو لي على الأقل بشكل صحيح هو بعد تحديد المسؤوليات يتحمل كل طرف مسؤوليته عما فعله، وتبدو لي فرنسا حتى الآن غير مستعدة لذلك. حتى عندما قام الرئيس الفرنسي بإحياء الذكرى 60 لأحداث أكتوبر التي قتل فيها العشرات، ألقي بالعشرات من الجزائريين في نهر السن، عندها تحدث الرئيس الفرنسي أحيا الذكرى وقال أنها جريمة غير مبررة بالنسبة للجمهورية.
لكن من ارتكب هذه الجريمة في حينه كان محافظ الشرطة الذي يقع تحت مسؤولية وزير الداخلية الذي هو مسؤول من رئيس الجمهورية. كان هناك إعلام، كان هناك مجتمع مدني، لم يتحدث أحد عما حدث. لم تتحمل لا السلطات، لأنه هو موظف في النهاية، هو موظف داخل منظومة، داخل نظام، داخل الدولة. كان من المنطقي أن تتحمل الدولة الفرنسية ما حدث. لكن ما خرج به ماكرون بعد 60 عام على هذه الذكرى ليحيي هذه الذكرى، يقول إن هذه الجريمة غير مبررة للجمهورية الفرنسية، وضع الجمهورية بعيدا كما لو كانت هي القاضي في ملف بعيد عنها، بينما هي كانت جزء، الدولة الفرنسية والجمهورية كانت جزء من ما حدث، لأن من فعلها هو موظف في هذه الجمهورية وهو يقع تحت سلطة مسؤولين آخرين لم يحاسب فيهم أحد. حديث ماكرون اليوم في إحياء هذه الذكرى بهذا الشكل هو يبتعد، حتى وإن كان يبدي الأمر كما لو كان يقر بشيء، هو لم يقر بمسؤولية الجمهورية في أي شيء. واليوم عندما يقول ليس هذا الهدف، الكلمة ستقطع كل الروابط، هذا يوحي أن فرنسا غير مستعدة بعد لتحمل تبعات الذي حدث. شكرا لك خالد الغرابلي على وقت